السلام عليكم حباباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير بمناسبة رمضان الكريم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لاباط بغيزي بطريقة سهلة وبسيطة وكتجي مقرمشة ولذيذة. جربوها ان شاء الله، ما غاديش تندموا، غادي تنفعكم في الكيش وغادي تنفعكم في لي طاطوليت. عرفتي هاد العجينة؟ يا سلام، كتجي كتر من رائعة. المهم بلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو. المهم البنات، بالنسبة للدقيق غادي نحتاج 300 غرام مع 150 غرام ديال الزبدة تكون نوعية جيدة. يا سلام يا سلام، كتجي واحد لاباطة البنات بلا ما نشكرها لكم، كتجي كتر من رائعة. لاباطة بغيزي بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله غادي نجربوها غادي تعجبكم. والله البنات دائما نفس المقادير كنستعملهم وما عمرهم ما خيبوني. يعني هاد لاباطا بغيزي هي اللي معتمدة على قليصة ديال الملحة. صافي، وغادي نحاول نرمل العجين ديالي، نرملو مزيان تنحس بان الزبدة لبسات ليا الدقيق كامل بهاد الطريقة. المهم البنات غادي نستمر بهاد الطريقة حتى نحس بان الدقيق ديالي تلبس مزيان مع الزبدة. غتولي على هاد الطريقة. وغادي ناخد الماء من الروبيني 100 مليلتر. 100 يعني تاخدي كاس تقريبا، كيجي تقريبا نص كاس ديال العنبة ولا كاس لاروب ديال العنبة. كتاخدي الميزان كتحطي فيه الكاس وكتعمريه بالماء 100 غرام 100 غرام ديال الماء. صافي، كتجي القوام ديالها كيجي ما قاصح ما ملس، يعني كيعطيك الطوع في الخدمه. صافي غادي نجمع بهاد الطريقه الماء من الروبيني، ما كيكونش دافي من الروبيني. صافي شفتوا القوام كيفاش كيكون، كتخليها ترتاح نصف ساعه في الثلاجه. هو السر ديالها باش تنجح معاك لاباطا بغيزي، يعني تستعمليها في لي كيش وفي لي طاطوليت. الا البنات هي المعتمده عندي والحمد لله ما عمرها ما خيباتني. شوفوا البنات كيفاش كنخدمها، يعني ما كتلصقش ليا كاع. غير انايا بغيت ندير الدقيق على سطح العمل باش نخدم بها وانا مرتاحه، ولكن راه ما كتلصقش كاع في الرخامه. صافي كتخليو نصف ساعه ترتاح في الثلاجه. من بعد كنلبس لي مول ديالي بالعجين وكنخليها ترتاح نصف ساعه واحده اخرى. صافي وكندخلها الفران وكنخليها طيب. عرفتوا هاد الكميه البنات كتخرج لكم تبارك الله شحال ديال لي طاطوليت. تقدر ديروا بها لي طاطوليت ولي كيش في نفس الوقت. المهم البنات، من بعد ما سرحت على حسب القياس اللي بغيت اني نوصل، من الاحسن يكون مرقق مغليظ، يعني القياس اللي غادي تلقاو فيه راحتكم. صافي كناخذ ليمون ديالي كندير العجين فوق منهم. صافي وندوز فوق منهم المسلك باش تراسل ليا العجين على المورات. كتجي هاد الطريقه سهله وبسيطه وما كتعذبنيش في الخدمه. يمكن البنات تستعملوا مولات كبر من هاد ليمون اللي عندي انا، ولكن انا كنفضل من الاحسن هاد الفرديين. تقدري تستعمليهم كيف ما قلت لكم تستعملوهم لي طاطوليت وتستعملوهم للكيش. اما الا درتو مول كبير غادي تستعملوا اما لي طاطوليت يا اما لي كيش. انا في هاد اللحظه قسمتهم على جوج، النص درتهم للكيش مالحين والنص درتهم لي طاطوليت. المهم البنات، بالنسبه للعجين اللي كتبقى عندي انا ما كنكورهاش، كنخليها مسرحه بهذه الطريقه وكنعاود نسرحها بالمدلك وكنعاود نديرها في الليمون. كنخدم العجينه ديالي على المول بهذه الطريقه باش كتلبس ليا العجينه، كتلبس ليا المول. صافي يا اما كديروا اللوبيا
يابسة ولا الحمص. قبل ما ديروا هاد الطريقة كتدخلوا بعدا هاد الليمون ديالكم كتدخلوا من بعد كتدخلوهم الثلاجة يرتاحوا نصف ساعة. يعني العجينة الأولى كتدخليها نصف ساعة ترتاح، من بعد كتخدمي بها، من بعد ما كديريهم في الليمون كتدخليهم نصف ساعة الثلاجة كتخليهم يرتاحوا. قد ما ارتاحوا كيعطوك نتيجة أفضل وأحسن. المهم من بعد ما كتدخليهم الثلاجة يرتاحوا نصف ساعة واحدة أخرى كتشعلوا الفرن كتخليوه يسخن مزيان. من بعد تاخدوا ليمون ديالكم وكديروا فيهم اللوبيا ولا الحمص صافي، وكتدخلوا العجينه ديالكم الفران طيب على بوطه مهيله 180 درجه الا كان عندكم فران ديال الضو، ولا كان عندكم ديال الغاز على بوطه مهيله صافي، وتخليهم يطيبوا. من بعد ما كتخرجوهم يكون ديروا ليهم ديروهم يا اما لي كيش ولا لي طاغطوليط على حساب نتوما شنو كتفضلوا. المهم البنات كنستمر بنفس الكيفية حتى كنكمل الكمية اللي عندي. المهم البنات من بعد ما ساليت الكمية اللي عندي غادي نتقلبهم بحال هكا بالفرشيط باش منخرجش ليا في الفران. من بعد كيف ما قلت لكم غادي ندير اللوبيا يابسة. يعني اللوبيا تقدروا تستعملوها من بعد ولا تخلوها مختصة غير لي كيشو لي طاغطوليط صافي، وغادي ندخلهم الفران على بوطة مهيلة عافية عليهم من التحت كيطيبوا صافي. كنخرجهم يعني ملي كدير على بعافية ميلة والفران كيكون سخون قبل راه كيطيبوا لك من الفوق ومن التحت، ما تحتاجي كاع تحمريهم من الفوق صافي. كيف ما قلت لكم غندير ليهم اللوبيا ومن بعد يعني هذيك اللوبيا كتهبط عليهم ما كتخليهمش يتنفخوا في الفران صافي، وكنخرجهم وكنزينهم بالحشوه اللي بغيت. المهم غنخلي لكم فيديو مفصل شنو العماره اللي درت هاد لي طاغطوليط في صندوق الوصف. وبسلام عليكم والى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه. كانت معكم اختكم احلام من قناه مطبخ احلام الحسن.